للأسف المفتاح ده مفتاح خراب بيوت، خراب بيوت لعروسة لسه جديدة، بنوتة لسه متجوزة، زوجة وزوجها. في البداية بيبدأوا بالحياة بتبقى لذيذة، تبص تلاقيه هو بقى لازم أهلي يبقى معاهم مفتاح. ليه لازم؟ دول أهلي، ولو اتكلمت بتسمع ملذة وطب. مفتاح مش المفروض يكون مع حد غير مع الزوج والزوجة، لا أهل الزوج يبقى معاهم مفتاح ولا أهل الزوجة يبقى معاهم مفتاح، لأن دي خصوصيتها. قاعدة في بيتها مرتاحة، يجي أخوه يفتح الباب وهي مش لابسة، وهي واقفة في المطبخ، وهي نايمة، بيحلل لنفسه كل حاجة. ده مش هقول عليه نرجسي، أنا هقول عليه مريض نفسي، اتربى في بيئة مش مظبوطة، فبيحاول يطلع الكبت اللي فيه والضيق اللي هو كان فيه والصومعة اللي كان حاطط نفسه فيها هي. مش المفروض ان الزوج يدي مفتاح شقة الزوجية لحد تاني. فالمفتاح ده كان سبب طلاق ناس كتير قوي، وسبب شجار كتير قوي بين 2 زوجين مع بعض، برغم من ان في ناس بتقبل بده. يعني في حد ممكن يقول عادي، ما هم اهلي، لا هم بيكونوا بقى متربيين على ده واخدين على ده، او هي بتمشي حياتها علشان الامور تمشي وتعيش، تاكل وتشرب وتجيب اولاد وتربيهم، دي تبقى هي قابلة بالحياة دي. وده غلط، لان هي لما اولادها هيجوا هيتربوا على نفس اللي شافوا مامتهم قبلت بيه. بس انا بتكلم على الناس اللي ما بتقبلش ده، اللي اتربت على الاصول، مش هقول الصح والغلط، الاصول ان مفيش حد يدخل على الزوجة الا لما يستأذن، ولا حتى يخبط تقول مين فتفتح باب الشقة بالمفتاح اللي انت واخده من اخوك ولا من عمك ولا من جدك، ولا ما سيان بقى مين اللي كان مديلك المفتاح. حاجات غلط وامور غلط وتصرفات غلط الزوج بيعملها بيدمر الدنيا. وطبعا الحتة الشرسة والمرض اللي جواه هو بيحلل لنفسه وبيستبيح لنفسه ان انا الراجل، انا اللي بصرف، انا اللي فاتح البيت. لا، طب ما هي ممكن تكون بتشتغل، وهي برضو فعلا بتشتغل، هي مش بتعمل لك بيتك واكلك وشربك وهدومك، ما هو ده شغل، برغم من ان هي مش المفروض تعمل ده، لكن بتراعي امكانياتك وبتعمل لك ده. مفيش حد يدي مفتاح لحد من قرايبه. شقة الزوجية ليها خصوصياتها، سواء هو موجود معاها مش موجود معاها. المفتاح يا جماعة محدش ياخده غير زوج وزوجته. وربنا يستر يا رب على كل البنات والولاد